السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم بتول من مطبخ بتول خوجة. برحب فيكم من جديد وبرحب بكل المتابعين الجداد اللي انضموا للقناة. وصفة اليوم هي خلية النحل، رح أقدم لكم إياها بحشوات مختلفة. تابعوني للأخير عشان تذوقوا أطيب خلية نحل. لتحضير خلية النحل رح نحتاج كوب حليب دافئ ونص كوب سكر، وعندي ربع كوب زيت نباتي، وعندي نص كوب لبن زبادي، وعندي 4 أكواب طحين. ممكن استخدم 4 أكواب، يمكن أقل شوي يمكن أكتر شوي حسب نوع الطحين المتوفر عندكم. وعندي بياض بيضة، وراح استخدم ظرف بيكنج باودر، هذا الظرف 15 جرام. وعندي كمان ظرف خميرة فورية، هذا الظرف 7 جرام. وعندي كمان رشة ملح، وعندي نص معلقة خل أبيض. هلأ خلينا نروح نشوف كيف بدنا نطبق الوصفة. رح نبلش أول شي بإضافة المواد السائلة. رح نبلش بإضافة الحليب، ورح نضيف زيت المازولا، ورح أضيف اللبن الزبادي، رح أضيف لهم السكر، رح أضيف الخميرة الفورية، وبياض البيضة، ومعلقة الخل، نص معلقة الخل. رح أضرب فيها المكونات مع بعضها، وبعدين نضيف الطحين بشكل تدريجي. رح أشيل هذا المضرب وأحط المضرب الثاني اللي بخص العجين. فرجيتكم كيف نحن عم نخلط الطحين. هلا رح أكمل نخلط الطحين برا لبين ما تبلش العجانة تاخد الطحين اللي أنا ضفته. رح كمل إضافة الطحين، وهلا صار وقت نضيف البيكنج باودر والملح. هلا بلش انا يلم معي العجين. بقى عندي كاسة طحين رح اضيفها بشكل تدريجي لبين ما احصل على عجين متماسك وما يكون بلزق. دهنت العجينة زيت، وحطيت كمان من تحت زيت مازولا، ورح غطيها واتركها حوالي ساعة ونص لحتى تختمر. كمان بدكم كمان تنتبهوا حسب الحرارة الموجودة عندكم. إذا الحرارة عالية رح تاخد ساعة، إذا الحرارة منخفضة أو متوسطة رح تحتاج ساعة ونص.
انا غطيتها بورقة نايلون رح اتركها ترتاح ساعة ونص. مثل ما لكم شايفين اعزائي المشاهدين بعد مرور ساعة ونص كيف طلع عندي العجين. وهلا بدنا نفرد العجين، بدنا نحط طحين بالأرضية وكمان نحط طحين فوق العجينة ونقطعها ل4 قطع متساوية. وبعدين بناخد كل قطعة لوحدة ونعملها كمان على شكل كرة، وبنحطها كمان على طرف مشان نرجع كمان نقسمها لعدة قطع تانية. هلا بالنسبة أعزائي المشاهدين لحجم كرات خليط النحل انتو فيكم تتحكموا فيهم إذا بتحبوهم حجمهم كبير أو صغير. أنا بفضلهم الحجم الصغير بيطلع شكلهم أحلى، بس اللي مستعجل وما عنده وقت فيه يعملون كبار. هلا بعد ما قطعت العجين ل4 كرات عم باخد كل كرة كمان وبقطعها لكرات صغيرة مثل ما قلت لكم حسب الحجم اللي بدكم اياه والكمية اللي انتو بدكم اياها. بعدها رح نغطيهم ونتركهم يرتاحوا 10 دقايق. وهلا بدنا نحضر حشوة الجبنة. عندي جبنة أشقوان رح احط مع جبنة موزاريلا بيضة، ورح احط مع كمان مكعبات جبنة دهن حسب المتوفر عندكم في البيت. هيك صارت عندي حشوة الجبنة جاهزة، انتو فيكم كمان تستخدموا الجبنة اللي انتو بتحبوها. هلا بدي اجيب القالب اللي بدي احط فيه خليط النحل، وبدي رش سميد ناعم بالأرضية عشان ما يلزق معي. وهلا بنجيب الكرات اللي سبق وقطعناها، بنبلش بالكرة الأولى وبنفرد العجين فردة بسيطة بإيدنا، وبعدها بنحشي حشوة الجبنة اللي نحن سبق وعملناها بالشكل اللي انتو شايفينه بالفيديو. رح نعمل مع بعض وحدة تانية كمان. بنرجع بنفتح العجينة شوي صغيرة بنمدها بإيدنا، وبعدها بنحشيها جبنة ونسكر العجين. بدنا نسكر العجين منيح، وكمان بنحط الكرة جنب الكرات التانية، وبنحاول انه نخلي مسافة بين كل كرة والتانية لأننا نحسب حساب انه هنن بعدين رح يتضاعف حجمهم بالفرن. إذا بتتذكروا إنه نحن أخذنا بياض البيض وحطيناه بالعجين، تركنا الصفار على طرف وزدته ربع كاسة حليب، وهلأ عم بدهن فيه خليط النحل. بعد ما خلصت دهن خليط النحل بالبيض والحليب هلأ عم برش السمسم. كمية السمسم كمان انتو فيكن تقدروها، بس أنا بشكل عام بحب السمسم كتير بالمعجنات. هلا بدنا ننتقل للحشوة الثانية. عندي تمر، حشوة تمر، وعندي كمان نوتيلا. النوتيلا مثل ما بتعرفوا كتير بحبوها الأولاد الصغار. هلا أنا بدي استخدم هذا الصحن اللي هو صحن الألمنيوم، رح احط فيه بقية الكرات اللي ضلت عندي. ونفس الطريقة اللي عملناها بحشوة الجبنة رح نعملها كمان بحشوة التمر. رح نحط الحشوة ونسكر العجينة منيح ونحطها بصحن الألمنيوم. هلا بدي احط كمان حشوة الشوكولا. بدنا ننتبه ما نكتر الشوكولا عشان ما تطلع كمان من الأطراف. رح احطهم على طرف اليسار، رح يصير حشوة التمر على طرف اليمين وحشوة الشوكولا على طرف اليسار.
هلا بالنسبة لخبزهم بالفرن لازم نحمي الفرن بمجرد ما بلشنا نحشي الكرات، ورح نحميه على درجة 180 أو حسب كمان الفرن اللي عندكم. رح تاخد معي حوالي 40 دقيقة. هيك صارت عنا خليط النحل جاهزة، وهلأ بدنا وهي سخنة نحط عليها الشيرة أو القطر، واللي ما بيفضل القطر فيه كمان يحط عليها حليب النسلة، حليب المحلى المكثف. يعني تغطية الوش بتكون حسب اختياركم، في منهم بيستخدموا الحليب أو النسلة الحليب المكثف، أو في منهم بيستخدموا القطر. هلا بدي اقطع خليط النحل اعزائي المشاهدين، عشان افرجيكم اياها من جوا كيف طلعت. هاي الوصفة كتير طيبة وسهلة وسريعة، ورح يحبوها الأولاد الصغار كتير. وكمان إذا عنا مشوار أو عنا عزيمة فينا كمان نعملها وناخدها معنا. هاي طبعا اللي حشيناها جبنة، شايفين كيف العجينة هشة كتير وطرية، والجبنة عم بتدوب ذوبان. رح فرجيكم كمان حشوة التمر. أنا زاد عندي كمان كرات عملتهم على شكل وردة، طلع منظرهم كتير حلو. هاي حشوة التمر، وألف صحة وهنا. بتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وإذا عجبكم أعزائي المشاهدين لا تنسوا اللايك، ولا تنسوا دايما سبسكرايب وتفعيل الجرس. وإذا عجبكم كمان الفيديو لا تنسوا تشاركوه مع أصدقائكم. وبشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.